ركبوا عربيات الوقت وهربوا بالنسيان، وتركوا ضحكات ولاد منسية على الحيطان. داود ابن عيسى ابن إبراهيم الطنوس العجل. هذا البيت العقد معمره عيسى وابنه داود العجل 1910. داود بيكون بيو لعيسى العجل وسمير العجل ومحفوظ العجل وجرجس. هلا بعدين هذه انعملت بعدين هالرخامة اللي هون. المرحوم عيسى العجل المحامي المعروف عمر فوق لأولاده كاتب في معارضة المعري: هذا بناه أبي إلي وقد بنيت إلى عدن. عيسى ابن داود العجل 1990. أولاده هني وسام، كتب أسمائهم وسام وجناح وسرمد ووليف. هلا ما بعرف إذا رح يبين معكم هون، هذا بسموه الإزاز المعشق اللي بيجي عدة ألوان، كان مشهور بالشام كتير. وهي شقفة معرجليني أو معرجليني صغيرة، في زجال بيقول: ومعرجليني تعمل مشاوير بالليل صوت الدلف بيودي. بهالطاقة الصغيرة اللي هون يبقوا يحطوا جرة صغيرة تيشربوا منها مي. هالطوق الموجودة فوق العتابة فوق البواب يبقوا يشعلوا كانون أو حواش بالأرض بالشتوية، وهالدخاخين تطلع منها، ما يبقوا يمددوا بواري وهيك شيء. وبالصيفية شو بتعمل؟ بيفتحوا الباب وبيفوت هواء البارد من الباب من تحت، وبيطلع هواء السخن من الطوق. العتابة اللي هون مبينة، تبقى ست البيت تعمل قريش كبكبان راس وتحطن هون تينشفوا. وهيك راح له أهل البيت وبقت الحجار تحكي حكايات اللي كانوا يحكوها بالليالي الشتوية.